المشير عبد الفتاح السيسي احتمال كبير يرشح نفسه لانتخابات الرئاسة واحتمال كبير يفوز بيها، هل شايف ان هو نجاحه هيكون هنقول انه ممكن يقدر يحقق مطالب ثورة 25 يناير؟ هو ممكن يحقق المطالب اللي هو وعد بها الناس، اللي هي الناس الغلابة، الناس العشوائيات، الصحة، التعليم، الحاجات دي هو وعد بيها. واما نشوف هو كل واحد والله بيقول كلام بيقدر ينفذه، بيبقى هو ده اللي احنا عايزينه. مش عارف، بس لغايه دلوقتي انا كمواطن مصري يعني 50-50، لا شايف ان الترشح مهم قوي، وشايف برضه ان هو مفيش حد قدامه. فيعني انا اتمنى بصراحه ان هو لو جه كرئيس جمهوريه يحقق فعلا المطالب اللي احنا نزلنا عليها، ومات من زمايلنا واصحابنا ناس كتير برضه بسببه. هو معاه دعم الشعبي، فده نتمنى بالوسيله دي ان هو ان شاء الله يحقق لنا اللي احنا عايزينه. ونتمنى كمان ان يبقى الوصول للحكم وسيله اكتر ديمقراطيه، ويبقى فيه مرشحين قصاده، ونتمتع بجزء من الحريه اللي احنا نزلنا نطلب بيها في ثوره 25. مش هيحقق مطالب. هو كده، هو كان ناطر مرسي عشان هو ياخد الكرسي، هو مشى مرسي عشان ياخد الكرسي. هو دلوقتي لو ما دخلش انتخابات الرئاسة، هو انا معتقد ان هو ممكن يعدل مصر تاني لو ما دخلش الرئاسة، بس لو دخل هيخربها. لا خالص، لسبب لان يعني احنا اولا يعني عملنا الثوره ضد الدوله العسكريه، والعسكر من ساعه جمال عبد الناصر لغايه دلوقتي ماسكين البلد، واي حتى مرشح يترشح ينافسهم على الرئاسه مصيره السجن، زي ايمن نور وزي دكتور محمد مرسي. هي دولة العسكر مسيطرة على كل مفاصل الدولة، ومفيش حد بيقدر ينافسها، ورجعوا أسوأ من الأول. وما في، وشوف بقى هو بيتمتع بشعبية ما، فهل ممكن الشعبية دي تساعده على انه يحقق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية اللي بيأمل فيهم الشعب حتى لو كان عسكري؟ انا شايف ان الشعبية اللي بيدعيها الاعلام دي شعبية مش حقيقية، بدليل ان يعني الشرطة واقفة دلوقتي ضد ان احنا نتظاهر في اي ميدان، واللي يطلع بره يضرب بالنار، زائد ان القطارات مقطوعة عن القاهرة، دي ما حصلتش حتى في ايام الاحتلال الانجليزي. لو الناس ورا منه مخلصة، مش مخلصة هنفضل في هذا الحوار اللي احنا فيه. اما انا عن نفسي اتمنى ان هو يفضل راجل عسكري يظبط البلد زي ما هو كده، مش عارف. اما نزل الرئاسة هيبقى فيه مشكلة بالنسبة للجنب اللي حوالين منه، يسقطوه في اي لحظة، مش هيقوم البلد. اما هو راجل حربي شايف البلد، اما يمسك الرئاسة اصعب، والطلبات مش هتخلص. لا، وبعدين هو قال انا مش هترشح. هو بقى ترشح ليه؟ هو مش قال في الاول خالص اول ما طلع انا مش هترشح؟ وبعدين هو تقريبا لسه مفيش حد اترشح معاه غير سامي عنان، بس دي مشكله برضه. والله احنا نسال الله سبحانه وتعالى اذا كان الدكتور سياده الفريق عبد الفتاح السيسي هيقدر ينفذ مطالب الشعب، نقول له ربنا يوفقك وسير على بركه الله. وان ما نفذش مطالب الشعب، هنا الشعب هيبقى يقول كلمته كما قالها من قبل. بس لكن هو لو نفذ على راسنا من فوق هنشيله ونمشي خلفه ونقول له يعني مش هنقدر نستنى النتائج. نستنى النتائج. اصل انت تحكم عليا وانا لسه ما اشتغلتش، لما اشتغل بحكم على شغلي، لكن قبل ما اشتغل هتحكم عليا بايه؟ والله يعني دي حاجه لا يعلمها الا الله، ما اقدرش، لان طبعا الظروف اللي احنا عدينا فيها مثلا من 25 يناير لغايه النهارده اعتقد ان احنا عمرنا ما مرينا بيها، فصعب قوي تتكهن ايه اللي هيحصل. يعني الايام اللي احنا عايشينها دي، الشخصيه نفسها، شخصيه المشير، هل هي مؤهله ولا لا؟ يكفي ان هو لا مؤاخذه معلش هو اللي خلصنا من الاخوان، وده في حد ذاته انجاز كبير جدا، ويضاف له كبطل شعبي. اكيد لان بلدنا بلد عسكريه من ايام محمد علي باشا، فهي هتفضل عسكريه. الجماعه بقى اللي هم عايزين يمشوا الشريعه ويقول لك دي اسلاميه ومش اسلاميه، ما هي اسلاميه، بلدنا اسلاميه طول عمرها، بس عسكريه ما بيعرفش يحكمها غير راجل عسكري. انا اول واحد كنت بايد محمد مرسي، واول واحد زعلان عشان، بس بقول خلي السيسي ياخد وضعه، خليه ياخد مكانه، خليه ياخد اللي هو عايزه، خليه ياخد الرئاسه. بس الفكره مش في كده خالص، الفكره ان الناس ما عندهاش استعداد تساعد بعض. يعني انا مش شايف ان فوز يعني المشير السيسي بالرئاسه هيغير من الوضع شيء، الا هو مش هقول للاسوء ولا الافضل، لكن الوضع هيبقى كما هو عليه، لانه مش هيلاقي فعلا مسانده. حتى اللي بيساندوه او هم واقفين حواليه دلوقتي هم واقفين خوفا من اللي يجرى لهم لو النظام القديم رجع، اللي خلينا نقول ان هو نظام محمد مرسي اللي هو النظام القديم دلوقتي بقى، ان هم خايفين من نظام الاخوان اللي هيرجع فينتقم منه. فالفكره كلها بقت مصالح شخصيه مش اكتر. الناس اللي تعبانه بجد الناس دي
الناس اللي واقفه في الشوارع، الناس اللي بتتحرك واجرها ما تعداش ال 800 وال 900. انا شغال محاسب، فانا شايف ناس تعبانه بجد. الناس دي مش هيفرق معاه مين اللي هيمسك، الناس دي هيفرق معاه مين اللي هيحسن احوالها. وانا مش شايف ان ده كل الناس اللي اتقدمت للرئاسه او بتسعى ليها كل فكرها ان هي يا تحمي نفسها يا تحمي اللي حواليها. فكله بيقول كلام حلو قوي. انا مش معترض على السيسي، السيسي بني ادم محترم، انا شايفه محترم، بس والله اعلم كله بيقول كلام حلو. انا شايف ان عبد الفتاح السيسي ممكن يحقق لنا حاجات كتيره جدا. بس